السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد سعيد عليكم وأيام مفترجة عليكم يا رب، وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له، كل اللي بيتمنى حاجة من عند ربنا ربنا يحققها له يا رب. يلا بقى نشوف الوصفة الخفيفة بتاعتنا النهاردة هنعمل كفتة الحاتي بطريقة بسيطة وسهلة جدا وطعمها تحفة وخفيفة، ومش قادرة أقول لكم مش هتقدروا تفرقوها عن كفتة الحاتي. يلا بينا نشوف الطريقة والوصفة مع بعض وإن شاء الله هتعجبكم. يلا بينا. دلوقتي أنا عندي هنا كيلو من اللحمة المفرومة، تمام، باحط عليها بصلاية واحدة بس وقرن فلفل، تمام، مش أكتر من كده، ما باحطش حاجة تانية. أنا باعمل كذا وصفة للكفتة، إن شاء الله هاقول لكم الوصفة ديّة وبعد كده إن شاء الله هنقول وصفات كتير مع بعض. طبعًا أنا حطيت بصلاية واحدة، هاعمل معاها قرن فلفل واحد، هاضربهم ناعم جدًا، جدًا، هافرمهم يعني فرمًا مبرحًا كده، بُصّوا زي ما بيقولوا لحد ما يبلّعوا صاحب بقى، تمام، أنا هاقعد أنعّم فيها جامد جدًا علشان ما تبانش معايا في الكفتة. هي الكيلو اللحمة بياخد بصلاية متوسطة يا جماعة. آدي اللحمة أهي وفكة مش مجمدة ولا حاجة، ولحمة بلدي، يعني كل واحد يعمل بالطريقة اللي هو عايزها، أي نوع لحمة أنتم حابينها. أنا عن نفسي الكفتة دايمًا أنا باستعمل فيها اللحمة الجملي، ما باحبش اللحمة بصراحة اللي هي الجاموسي وكده. أنا باحب عن نفسي الجاموسي دي، أنا باحب اللحمة الكندوسي الصغيرة في الطبيخ في الأكل والشوربة بتاعتها، إنما في اللحمة المفرومة وفي اللحمة أم رُز والكلام ده كله اللحمة الجملي. أنا بطبعي كده باحب حتى في الحواوشي اللحمة الجملي، في أي نوع أنا باستعمل فيه لحمة مفرومة بتكون لحمة جملي، وباجيبها من حد موثوق فيه. المهم هنا حطيت كيلو من اللحمة المفرومة، تمام، عليه بصلاية متوسطة وقرن فلفل، وحطيت نُص معلقة جوز الطيب، نُص معلقة بهارات، وكمان حطيت الملح، وهاحط شوية فلفل أسمر مش أكتر من كده. أنا ما باحطش بهارات كتير، يعني حاجات بسيطة خالص، من كل حاجة كده حاجات صغيرة علشان معالم الكفتة تبان معاكِ، وتعجنيهم كويس جدًا، تمام. أهم حاجة إن أنتِ تعجني في الكفتة، يعني عشان تحطّي البهارات بقى وحاجتِك فيها. أنا الكيس ده مخيّلني وأنا هاقلعه دلوقتي على فكرة. أنا كده، أنا اللي باطبخ في المطبخ، يعني مش حد تاني، وأنا اللي هاكل. أنا طبعًا بالبس الكيس ده لمّا باكون هانضّف رنجة، هانضّف سردين، حاجات زي كده، بصراحة لإن الريحة بتاعتهم بتفضل في الإيد. إنّما اللحمة المفرومة يالّا بقى فُك يا عم عبده واشتغل بإيدك بقى على طول، تمام. نقعد بقى نعجنها كويس جدًا مع بعض كده، وإن شاء الله يعني تدخّلوها كلّها في قلب بعض، وطريقة خفيفة وطريقة سهلة وإن شاء الله هتعجبكم. وما فيش أحسن من الإيد يا جماعة، أصل ما حدش هييجي ياكل مكانِك، ما أنتِ بتاكلي بإيديكِ، يعني أنتِ طول ما أنتِ في المطبخ ودايمًا على طول إيدِك تحت الحنفية، فإحنا مش واقفين في استوديو بنصوّر علشان نلبس جوانتي بقى ومش عارفة إيه وكده. مع إني أنا بصراحة لمّا باجي أكون نازلة والّا حاجة، فأنا باحب لو هاطبخ والّا هاعمل أي حاجة قبل ما أنزل، باحب ألبس gloves في إيدي، اللي هي الجوانتيات البلاستيك ديّة أو أي جوانتيات عادية، علشان خاطر ما إيدي ما تبقاش فيها مثلًا تنضيف سمك، تنضيف فراخ، في حاجات كتير، لإن في حاجات ريحتها مش بتروح من الإيد مهما تغسليها، ومهما تعمليها بملح وحاجات كتير مش بتروح على طول، تمام. كده بقى نصب على الكفتة بتاعتنا بعد ما عجناها كويس أوي، ودخّلنا فيها البهارات والبصل بتاعنا وكده. طبعًا أنا وريتكم أول صباع أنا عملته كده عادي، بس هيبقى مكتوم، مش هيبقى مفرّغ من جوّه كده ومش هتحسّوا إن هو مهوي، فيستحسن تجيبي معلقة أو عصاية تقومي عاملة بيها الكفتة، وتقومي حاطّاها كده، يعني تحطّيها كإنِّك بتعمليها بعصاية أو سيخ، وتقومي مورّقاها من جوّه، بتطلع حلوة أوي على فكرة وخفيفة. أنا باستسهل موضوع المعلقة ديّة، وباقوم عاملة بيها الكفتة كده على طول، بتبقى جميلة جدًا. وما بتبقاش كاتمة كده ومكتومة، يعني غير ما بتعمليها بالصباع كده وأنتِ بتقومي عاملاه الصباع بإيدِك كده وتقومي عاملاه مرّة واحدة، لأ لمّا بتكوني عاملاها بسيخ أو بعصايص شيش طاووق أو كده، بتطلع مورّقة من جوّه كده وجميلة جدًا، وهتحسّي إن أنتِ بتاكلي كفتة الحاتي بالضبط والله ما فيهاش أي فرق. إن شاء الله هتجرّبي الوصفة بتاعتي والطريقة وهتعجبكم بإذن الله. طبعًا أنا هاعمل الكمية كلّها وأحطّها في الصينية، بُصّوا بقى كده. أنا طبعًا الكفتة معروفة يا جماعة بيبقى فيها نسبة من الدهون. أنا طبعًا بابقى عادي بالنسبة لي كمية الدهون اللي في الكفتة، لإن أنا باخلّيها برضه من اللي هي الدهون الجملي،
تمام. أنا باحب اللحمة الجملي والدهون الجملي ما بتأذيش يا جماعة، بتبقى جميلة جدًا، جدًا. إن شاء الله تجربوها وهتعجبهم. طبعًا أنا كده خلصت الصينية، هاحطها بقى على البوتاجاز تستوي ونعمل الطحينة مع بعض. كده أنا خلاص قفّلتها، يالّا نعمل الطحينة بقى. الطحينة سهلة جدًا، جدًا. آدي أنا حطيت الطحينة، أنا باحب أجيب الطحينة اللي هي الخام، باحب أجيبها من السرجة، باحب أجيب طحينة السمسم بصراحة، بتبقى حلوة أوي وطعمها حلو، عن الطحينة اللي هي السوداني بقى والمخلطة والكلام ده. المهم حطيت الطحينة، حطيت معاها شوية كمون وشوية ملح، وهاحط خل، ولو عندِك ليمون حطي ليمون، بس أنا بصراحة ما كانش عندي ليمون فأنا استكفيت بالخل بس. أنا طبعًا عاملة هريسة في الفريزر توم ب بفلفل أحمر، فدي عندي على طول في الفريزر، فأنا خدت معلقة وحطيتها كمان، ومَيّة سخنة يا جماعة تبقى جميلة، هتفُك معاكِ كمان الطحينة أوام، أوام. أسهل منها ما فيش بصراحة. بتبقى جميلة جدًا. إحنا بقى خارجين من رمضان بقى وحاجات زي كده وشبعانين من الأكل بصراحة، فإحنا كمان لسه معدتنا ما خدتش أوي، يا دوبك إحنا دلوقتي فطارنا بيبقى إيه، كوباية القهوة باللبن أو الشاي باللبن أو كوباية اللبن معاها الكحك، وبرضك يعني بنتغدى كإننا بنتسحّر بالضبط، وبنتغدى بقى الغدوة العادية دي وخلاص بعد كده ما كلناش حاجة تاني خلاص. بُصّوا الطحينة بقت عاملة إزاي، جميلة جدًا وكان طعمها حلو أوي. أنا باحب أحُط الهريسة مع ال ال الفلفل مع التوم، أولًا ما بيبانش أوي وكمان التوم بيبقى خفيف ما بيتعبش المعدة بصراحة. أتمنى إن شاء الله إن الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم، وأقول لكم بألف هنا وشفا لمّا تجربوها، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله.